هيروح الكابتن عماد وفرقته تحت 18 سنه عماد محمود الرايق العمده. أسامة شوقي وادي تصويبه ثلاثيه ما بتجيش، لكن يلم مين؟ عبد المطلب اللي سرق. يا سلام على التمريره، وادي البلوك الرائع اللي اتعمل لمروان، وادي تمريره مقطوعه. الله، واصبح اللعب سجالي وكانهم اصدقاء، كل واحد بيدي الكره للثاني رغم ان ده لابس ازرق وده لابس احمر، وتنتهي بتصويبه ثنائيه لاحمد عبد المطلب يضيق بيها الفارق ويزيد من سخونه واثاره المباراه 50-51. 9 دقايق نشوفهم بقى ممتعين. قولوا لنا ارائكم الفنيه ايه. وادي محمود بيشوط بثلاثه ما بتجيش، يزق يمين صلاح لكن الاثنين بيزقوها من بعض فتوصل في الاخر لاحمد عبد المطلب. عصام جمال وادي تصويبه ثلاثيه معقوله لا قصيره شويه، هارد لك يا عصام، السهل ممتنع. عصام جمال وادي احمد عماره، تمريره حلوه قوي لاحمد عماره. يا امين بيمسكها بسهوله واستهتار شويه. بقول لكم نجم الشباك لكنه يبدو عليه التعب بعض الشيء. محمد يونس يا كابتن وليد، هتتلعب الدوره الثانيه من الدور الثاني اللي هي الفرق بقى بتاعت الدوري الممتاز بيه اللي قال لنا عليها. العبد منهور الاول 18، مركز ثاني مصر التامين والمعادي 17 والترام 16. انا متشكر على عهده محمد يونس. يا سلام يا طلبه بيحرز كل 100 ويعود التقدم الى سموحه. شوف المتعه في المباراه، الاهلي متقدم قد ايه وسموحه يعود دلوقتي للتقدم 52-51. لكن هل هيسكت الاهلي؟ هو ده اللي هنشوفه. هل هيسكت اشرف توفيق؟ هو ده اللي هيغيره، هنشوف. يا سلام يا عماره، احد الوجوه الصاعده الواعده مع زميله احمد جمال، الاثنين شاركوا في كاس العالم هامبورغ 2010. عصام جمال بيدخل عصام، وادي سلميه سهله جدا جوه الباسكت. الله على المباراه، الله على الاثاره اللي في المباراه. امين روزيه يبدو عليه التعب لانه بدا التركيز يقل. في هنا خطا شخصي على محمد زين، يستوجب اوت من الحد الجانبي. $53 الاهلي اللي هو مع كوره، 54 سموحه. امين روزيه 5 ثواني بالطبع 5 ثواني. يعني الناس عماله تقول ايه من الثانيه السادسه ولسه الحكم بدأ يعد بعد الثانية الثالثة، حس ان ممكن يبقى فيها تأخير، لكن طبعا اكيد الحكم هو اللي عد صح، وهم دول 5 ثواني بالفعل. ما قدرش يطلع دفاع لصيق ورهيب عامله فريق سموحه. أسامة شوقي صح، مخالفة الدبل او الكارينج او حمل الكرة، وهنا رايح للكابتن زاهر عباس بيقول له ايه انا ما عملتش حاجة. كابتن زاهر اداله ظهره ومسك راسه. هنا ابراهيم ابو خضره بيتخبط على راسه، قلنا برضو مش وجعاه ولا حاجه، دي حاجه متفق عليها، ومسك ايده في حاجه في ايده اتجزعت، نتمنى له السلامه بالطبع. وادي اوت لمصلحه النادي الاهلي. لا يبقى مفيش حاجه في ايده، كانت عشان الكره لو كانت ضاعت. تمريره حلوه قوي ومخالفه خطا شخصي ويستوجب رميه حره اضافيه. محمد ايمن بيقول لنا ملاحظ ان طارق الغنام لما ما بيلعبش الاهلي مستواه بيبقى في النازل، حاجه غريبه، هو بيقول كده، ده رايه الشخصي. أسامة شوقي سلمية وخطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين.
لصالح أسامة شوقي. احرز الرميه الحره الاولى وضيق الفرق، ويعود التقدم مره اخرى كان الى النادي الاهلي 56-55. وادي ضيع الرميه الحره الثانيه، وهنا في دخول لاحد مهاجمي فريق سموحه، فعلى طول الحكم بيلغي اللعبه. أسامة شوقي واوت من الحد الجانبي. هيثم السعيد رقابه لطيفه وخطأ شخص على احمد عبد المطلب. وادي ابراهيم ابو خضره. مصطفى الشافعي. احمد عماره داخل، احمد عماره وبيطلع لبره الهيثم السعيد، بيشوط باثنين ما بتجيش. يلم مين؟ محمد سعيد، ويطلع لمروان محسن، لعصام جمال اللي بيلف ويرتكز، ويديله تاني عصام جمال صانع اللعب. وادي تمريره لكن بلوك رائع عمله ابراهيم ابو خضره. وتبقى اوت لصالح نادي الاهلي. وادي باسكت سهل جدا للنادي الاهلي عشان التقدم مره اخرى يعززه 58-55. وقت مستقطع، وشفنا زي ما احنا شفنا كده دلوقتي كابتن زاهر عبد الباسط نازل ارض الملعب بيعترض على الحكم. لكن في التايم اوت ده نقول كابتن ايمن صدقي بعت لنا ان الراي الفني بتاعه كابتن اشرف توفيق بيعمل تغييرات كتيره والملعب مش مستقر، سموحه ممكن يخطف الماتش. هو بعت لنا كمان عن طريق التليفون بتاعه. طيب ان شاء الله اعتقد ان هو ايمن مش حاطط الصوره، بس اعتقد ان ده ايمن صدقي لاعبنا الجميل ونجم الاسكندريه. ايمن صدقي يا ريت هو يقول لنا كده الكلام اللي انا بقوله صح ولا لا، لان هو مش حاطط صوره. والشقيق الاكبر ولا الاصغر ايمن لاشرف صدقي، لاعب الثمانينات والتسعينات الجميل. هنشوف توقعات ايمن. هل سموحه هيخطف الماتش؟ هل هيستقر اشرف توفيق في تغييراته؟ 6 دقائق 12 ثانيه متبقيين من زمن المباراه. 58 الاهلي، 55 سموحه. خالد حمدي رقابه لصيقه فول كورت او دفاع رجل لرجل فول كورت. بص هنا بيطلعوا الكره ازاي في 8 ثواني. خالد حمدي وبيطلع لعصام جمال، وتمريره حلوه قوي لمحمد سعيد ما بتجيش، تصويبه ما بتجيش. يلم مين؟ الشافعي، ويطلع لمين؟ لابراهيم ابو خضر. انتقل من دسوق للنادي الاهلي. ايمن صدقي بيقول لنا ان كلامي صح. طيب يبقى هو الشقيق الاصغر. ده محمد يونس بعت لنا ان هو الشقيق الاصغر. لا ماشي ماشي يا ايمن، نشوف توقعاتك هتصدق ولا لا. هو طبعا ايمن صدقي نجمنا الجميل، نجم السكندريه الجميل، بيتابع المباراه عبر شاشات النايل سبورت. الرميه الحره الاضافيه بيضيعها. وادي مروان محسن. هل في بص الرقابه رائعه من النادي الاهلي. وادي هنا الكره اتخطفت والحيازه التبادليه، وهنا احتكاك قوي جدا
والحيازه التبادليه المره دي لمين؟ هل للنادي الاهلي الثاني اعتقد، لانه اعتقد سموحه خدها في بدايه الفتره الرابعه. لكل مره بتكون مره في نص الملعب بتكون لحسن حظه للنادي الاهلي جوه الملعب، هو بياخد الكور الثابته اللي بيبتدي بيها المباراه. احمد عماره، هيثم السعيد، مصطفى شعوط بيحجزوا ستار صح، وادي تصويبه ثلاثيه مش صح. الريباوند لمين؟ لعصام جمال، خالد حمدي 1-1، 1 على 1. خطأ شخصي بالتمام، صح صح صح، خطأ شخصي يستوجب رميتين حرتين لصالح خالد حمدي. وادي بدأ لعيب الجزيرة يسخنوا ورا سلة النادي الأهلي زي ما احنا هنشوف كده. لو كمل كده وائل بدر اهو شايفينه ورا الحلقة، طبعا هو مش بيسخن عشان ينزل مع سموحة أو الأهلي أو حاجة، ده بيسخن للقاء القادم، لقاء الجزيرة والاتحاد، لقاء القمة في المجموعة الأخرى، لقاء الجزيرة والاتحاد اللي هيقام 6 مساء إن شاء الله تبعا للتوقيتات. لكن هو طبعا بعد ما المباراة دي تنتهي يخش الباقي. هيثم السعيد، وادي الستار عشان يطلع الكورة. 5 ثواني كلاكيت تاني مرة. بص الدفاع الرائع اللي بيعمله نادي سموحة، ما بيخرجش الكرة من الملعب، لا ده شغل رائع ان انا اجبر الفريق المهاجم انه ما يعرفش يطلع الاوت مرتين، ده انجاز. بص هنا خالد حمدي بصاها لمحمد سعيد، كانت هتتكتم باصه كده من غير ما يبص. وادي محمد زين عملاقين، فيك لشعوط ما بيطيرش معاه، مش عارف يمرر، لا خطأ شخصي على مصطفى الشافعي هيستوجب اوت من الحد الجانبي. كان في تصوير، وده الخطأ الشخصي الخامس على مصطفى الشافعي. هو بيقول كان بيصوب يعني لكن هي ما فيش 4 فاول على الاهلي، لكن هو الحكم كان بيقول ان ده في تصويب. طبعا لازم نصدقه، قلنا القاعدة الحكم على صواب، واللي مختلف معايا في الكلام ده اوت صح. شوف الكلام يعني انا شاكك لان قلنا الحكم، لكن هو رجع لان فاكر ال4 فاول مش عليا. ادي خالد حمدي اوفنسيف فاول على محمد زين، خطأ اوفنسيف فاول يعني خطأ شخصي على المهاجم على محمد زين. دكتور علاء متولي بيقول لنا رأيه معلقنا الجميل، سموحة والجيش عاملين حالة من المنافسة مخلية الدورة رائعة يا ليدو. ليدو مين يا علاء؟ انا. وعيد ميلاد سعيد، شكرا، ده كان امبارح. شكر يا علاء. علاء متولي بيقول لنا ان سموحة والجيش عاملين حالة فعلا من المنافسة، ده فعلا حقيقة. التايم دلوقتي 4 دقايق 50 ثانية، بقول 60-57. فترة توقف محمد يوسف بيقول لنا مأثر على مستوى اللاعبين، ماشي. الحكم حكم واللاعب لاعب والمعلق معلق، ماشي. علاء. كابتن محسن محمود ده مراسلنا الجميل اللي بنفتقده النهارده. كابتن وليد مطالب، كان نفسي اكون معاكم النهارده، احنا نفسنا ان انت كنت تبقى معانا محسن، والصفحه طبعا منوره بيك، وجميل جدا الكومنت الفيديو اللي انت بتحطه. محسن محمود مراسلنا، الحاجات اللي انت بتحطها اللقاءات مع لاعبين ان انت تحطها في الصفحه الجميله بتاعتنا اللي تكاد تكون اصبحت شبه الصفحه الرسميه لكره السله في مصر الحمد لله. ده عن طريق قناتنا النايل سبورت، واللي عملناها لكم ليكم عشان نشارك فيها بعض كلنا من الشعب المصري. السعيد متولي بيقول خبرة لاعبي الاهلي وكثرة اللاعبين جاهزة هيكون لها دور في الفوز بالماتش. ماشي، هنشوف يا سعيد، هنشوف انت رايك بقى ولا راي ايمن صدقي اللي بيقول ممكن سموحة يخطف الماتش، هنشوف. كمان محللنا الجميل في كرة السلة ولاعب كرة السلة السعودي عبد الرحمن شاهين، محللنا الجميل واللاعب الدولي في كرة السلة السعودية، بعت لنا بيقول منور يا كابتن وليد ومتألق كالعادة، بس ما تنساش تقول السكور. حاضر يا عبد الرحمن، السكور ويوصلك في السعودية.